كابتن حسام، يعني انا قلت انك ما خدتش وقتك الكافي اللي عشان تعمل فتره اعداد، قلت انه قرار كان متسرع جدا في اقالتك من تدريب النادي الاسماعيلي، قلت ان كان عندك طموحات وامال، وقلت ان هذا القرار من الممكن ان يؤثر على مستقبلك التدريبي بعد ما قدمته من نجاحات ساحقه مع نادي الزمالك، وايضا واضح انه كان في قبول من جماهير الاسماعيلي لدى الكابتن حسام والكابتن ابراهيم حسن. يعني اشكرك جدا. انا طبعا في البدايه اول نقطه، انا اكيد طبعا من حق اصيل لاي مجلس اداره ان هو يختار جهاز او يمشي جهاز، طبعا ده حقه وانا بحترم في اي قرار. ودي وجهات نظر، لان مش انا المسؤول، اكيد مجلس الاداره مسؤول قدام الاعلام، مسؤول قدام الجماهير. ولكن هو يعني يمكن انا مش قادر يعني احكم على، مش عايز اقول مثلا تجربه ان في تجربه اصلا حصلت، التجربه ما حصلتش، لان الموسم لسه يعتبر موسم لسه ما بداش. وان ده يمكن اقول يمكن الكاس جه لاول مره في تاريخ الدوري المصري، في كاس بتاع السنه اللي فاتت يجي، ودي تعتبر دوره او بطوله مهمه، بس كانها بطوله تنشيطيه بدون اعداد للفريق. يعني يمكن انت عارف. طب كابتن حسام، كلمه بطوله تنشيطيه، تستعد معلش، كلمه بطوله تنشيطيه دي اثارت غضب الجميع. انا بقول بطوله مهمه وكانها استعداد للدوري المصري. يعني اللي هي البطوله المهمه اللي هو الدوري، وده كاس مهم جدا. ولكن جاي في بدايه موسم مع اقل فريق عمل فتره اعداد. يمكن انت لعبت كوره وعارف الدنيا كلها ان في فريق يبدا موسم عامل 3 ماتشات وديين فقط، والماتش اول ماتش رسمي بعد 3 ماتشات، وخاصه ان احنا كنا الناس عارفه ظروف النادي الاسماعيلي، وعارفه ان ما كانش في مجالس ادارات، وعارفه ان اللعيبه كانت قاعده في بيوتها، وانا كل ده اتحملت، وانا كنت اصريت حتى قبل ما كانش في مجلس اداره ان احنا نيجي واجيب اللعيبه من بيوتها انها تتمرن. حتى اللعيبه اللي كانت في الاول ما كانش عايزه تيجي، ابتديت بلعيبه من الصغيرين لحد ما زمايلهم الكبار ان هم يفكروا وياخدوا قرار ان هم يشوفوا ظروفهم الماديه ويرجعوا. كل الكلام ده انا مش ندمان عليه خالص. زي ما قلت لك ان ده هي دي كره القدم، ولكن هي بالنسبه لي كحسام حسن والجهاز الفني بتاعي زي ما انت شايف، الحمد لله من ساعه ما اشتغلنا مع انديه المصري اشتغلنا باقل امكانيات وفي اكثر مكان، وخاصه اخيرا نادي الزمالك. الحمد لله الواحد عملنا اسم كويس، ترشحنا في اماكن كثيره، فعشان كده دي كره القدم، ولازم ودي خبرات. ان انت وارد جدا ان انت ما تشتغلش ويتحكم عليك، وارد جدا ان انت تشتغل وتمشي برضه زي ما حصل في الزمالك. انا لحد دلوقتي يمكن ما اتكلمتش مع، يعني زي ما انت شايف احترمت وجهه نظر نادي الزمالك، مجلس اداره نادي الزمالك لما مشينا، مفيش مشكله خالص. النهارده يعتبر لسه ما اشتغلناش، لعبنا ماتشين، اول ماتشين رسميين، ماتش كسبناه مع بني سويف، وماتش الثاني مع المقاولين اللي هم اجهز مننا بدنيا، اجهز مننا من كل النواحي. اللعيبه ما اقدرش ان انا يعني اضغط عليهم اكثر من ان هم فتره الاعداد اللي اتعملت ما كانش تليق بنادي الاسماعيلي ولا تليق باللعيبه، عشان كده ما اقدرش ان انا احملهم مسؤوليه ان هم مش قادرين. يعني هم في الملعب ما كانوش قادرين نتيجه الظروف، ما فيش وقت، خاصه الماتش بعد 5 ايام. ما اقدرش ان انا اعمل فتره اعداد سريعه، هو الماتشات الرسميه شغاله وانت عارف. لكن انا تحياتي لجماهير النادي الاسماعيلي، وتحياتي وكل التقدير للاعبين اللي انا اتعاملت معاهم، لان هم لاعبين عندهم امكانيات كبيره جدا، ولكن الظروف مش خدناهم في حته نعملوا فتره اعداد كويسه، وان ممكن نتدرج الموقف الفتره اللي جايه. كنا نحاول قبل ما الدوري يبدا. ده كان سؤالي، هل كان عندك خطه، كان عندك امال، طموحات، كان عندك اللعيبه اللي تقدر تبني عليها في نادي الاسماعيلي يا كابتن حسام؟ في طبعا في لعيبه كبار ولاعيبه صغيرين كلهم موجودين، مجموعه انا كنت فيهم جدا وعارف مش محتاجين. انت لسه ما اشتغلتش في شويه عشان يعني عندي لسه ما اشتغلش، فاعتبر نفسك ما اشتغلتش لحد دلوقتي. نعم. فقدت 2 مهمين جدا، وانا بعد مجلس الاداره ما خد قرار والح عليا ان عشان ظروف النادي بالنسبه لعبد الله السعيد يمشي. عبد الله السعيد ده فرقه لوحدها، يعني قيمه كبيره. جود ويري عنده مشكله برضه كبيره مع الاداره ما حلتهاش، حته الفلوس والحاجات دي. 2 لعيبه كويسين جدا، لكن انا مع ذلك ما عمري ما امتنع وان انا اقول لا بسبب 2 لعيبه ما اشتغلش، لا. لظروف النادي تحملتها مع مجلس الاداره. فده كل ده احتراما وتقديرا للجماهير الاسماعيليه. انت رايح كابتن حسام، بيؤخذ عليك انك دائما وابدا بتقول الجماهير، يعني مجلس الاداره في وادي
حسام حسن في وادي تاني مع الجمهور دائما وابدا، لك كاريزما، لك جماهيريه، لك شعبيه، لكن دائما وابدا حته الجماهير هو الوتر القوي او هو العنصر القوي لحسام حسن. طبعا. وانت كابتن شوبير انت عملت اسمك من الجماهير سواء في التدريب او في الاعلام، والجماهير هي فيها فضل علينا كلنا، والجماهير هي النبض الصحيح والحقيقي للحكم على اي مؤسسه مش كره القدم بس، واي نجم سواء فني او رياضي او سياسي. فده جمهور وانت تقتنع بكده وانت مقتنع بكده كابتن شوبير. لكن مجلس الاداره اي مجلس اداره قلت في الاول ليه احترامه وتقدير تمام كل قراراته. ولكن انا ما تنساش في النادي المصري كنا شغالين مع الله يرحمه الراحل الحاج سيد متولي، كنا على طول نقول الحاج سيد وجماهير النادي المصري ان هو كان فعلا بيجتهد ويشتغل. احنا دلوقتي لسه ما اشتغلناش حتى. يمكن انا اشتغلت مع مجلس اداره نادي الزمالك، اشتغلت في نادي الزمالك وكان مجلس الاداره ما كانش موجود لسه، اتشال واتحط تعيين. ولما تحملنا مع مجلس اداره نادي الزمالك حته الماديات برضه اتحملت معاهم، وقلت الناس بتشتغل بتحاول. ولما جيت النادي الاسماعيلي قلت الناس يعني اتغير علينا مجلسين ادارتين تقريبا او ثلاثه. فانا يمكن انا ما لحقتش ان انا اشوفهم، ما لحقتش ان هم حتى يبقى في اراء او حتى في كل اللي اتقعد معانا ان عبد الله السعيد لازم يتباع لظروف النادي، واحنا تقديرا لنادي الاسماعيلي وظروفه انا وافقت على النادي ان بعد ما المجلس شرح لي الموقف احتراما للمجلس وظروفه والمحافظ وافقت، ما فيش مشكله خالص. فانا بقول علاقتي بالاداره يعني علاقه طبيعيه جدا. وزي حتى لما انا دلوقتي مجلس الاداره خد قرار من قبل ما اشتغل ان انا مشيت، قلت لك اول كلامي كل الاحترام والتقدير لمجلس الاداره في قراراته. طب كابتن حسام، يعني القرار كان مفاجئ بالنسبه لك؟ انا يعني مش حابب اقول كلمه اقاله، يعني تعباني شويه يعني، لكنه كان مفاجئ بالنسبه لك، كان مسار دهشه بالنسبه لك؟ هي دي الكوره وفي ناس بتاخد قرارات بناء على وجهه نظرها، فتتقال اقاله تتقال استقاله. مش انا ما عنديش مشكله خالص كابتن، لان هي كره القدم فيها حاجات كتير، فيها نجاحات وفيها، لكن انا ما اقدرش ان انا احكم على التجربه دي لان انا ما لعبتش ما اشتغلتش، يعني يعتبر لسه ما اشتغلتش. فيمكن دي تعتبر تتحط في الفيفا في يعني المعجزات ان في اتعمل ماتش بفرقه يتعمل. لو ممكن لو اتبنى كابتن شوبير اتعمل فتره اعداد كبيره مثلا وعملنا ماتشات وديه كتير، واثناء الماتشات الوديه انت خسرت وكسبت، فالنتائج تبان ان انت فريق مهتز فنيا. اقول المجلس الاداره متابع وفي فتره انه يحكم خلال فتره اعداد اتعملت مثلا في المانيا ولا فرنسا ولا النمسا، ولا اتعملت حتى في اسكندريه او اتعملت حتى في اسماعيليه، لكن مفيش معسكر كانت بتتعمل عشان انت تحكم على الفريق هل هو ماشي كويس في خطه مظبوطه ولا لا، عشان كمجلس تاخد قرار. لكن ده هو اتعمل 3 ماتشات وديين كسبناهم بنتائج عاليه جدا، مع احترامي للفرقه طبعا اولى بيه يعني مش ثالثه. مش ده الحكم برضه بتاعي. زائد لعبنا ماتشين في الكاس، ماتش كسبناه باداء سيبك من النتيجه، باداء كويس يقول ان في فريق هيجي يشتغل. والماتش الثاني ده ماتشات كاس يعني النهارده الارسنال خسر 8-2 في ملعبه والراجل مكمل. النهارده الاهلي فريق اهلي كبير بكل نجومه والاجهزه الفنيه خسر، اتعرض لهجوم الراجل نتيجه حاجات ممكن يكون في سلبيات، لكن انا سلبياتي انت بدات التشكيل هو اللي انت لعبت بيه ماتش بني سويف كان اداؤهم كويس. اتفاجئت ان يعني مش عامل ماتشات اعداد عشان اقول ان انا مثلا. طيب كل ده انا متفق معاك فيه، لكنه خليني اقول لك انه الراتب كبير انت والكابتن ابراهيم والجهاز المعاون، وميزانيه الاسماعيلي محدوده شويه يا كابتن حسام. ليه ما كانتش في مبادره منك؟ انا عارف ان انت خفضت 10,000 والكابتن ابراهيم خفض 10,000، هل لو كان المجلس عرض عليك انك تخفض بدرجه كبيره كان ممكن توافق على الاستمرار في الاسماعيليه يا كابتن حسام؟ هتكلم في جزئيتين يا كابتن شوبير. اولا ان انت المرتب الوحيد او الجهاز الوحيد اللي بيتكلموا عن مرتب في مصر في اي حته امسكها اول ما الجهاز بتاعنا، مع ان انت تعلم تماما الجهاز الانديه المحترمه طبعا هم اكبر 3 انديه في مصر اكيد، الزمالك والاهلي والزمالك والاسماعيلي. نعم. لازم المفروض يكونوا مميزين، لا ده المعمول العكس دلوقتي. الاهلي والزمالك مميزين، لكن النادي الاسماعيلي لو شفت الاجهزه الفنيه وانت تعلم تماما مش هقول امثله مثلا لو الاتصالات ولا اللي في درجه ثانيه او الجونه او الانديه اللي هي طالعه او سموحه او ايا كان الوضع،
بالتالي في انديه، في مدربين يعني او اجهزه فلوسهم اعلى من اللي انا بتكلم فيها يا كابتن شوبير. يعني في ممكن مدرب واحد ياخد قد الجهاز بتاعنا في الشهر ممكن لمده سنه. فانا مش زائد ان انت مقتنع ان انت عندك جايب جهاز ليه قيمه، بس عشان الناس ما تفهمش ان انت تاخد زي مثلا فلان ولا فلان. انت عارف الفلوس اللي بتاخد زي ما قلت لك ممكن تقارن بمدرب في قصدي نادي من انديه تحت يا كابتن شوبير. ثاني حاجه، انا لما احنا جينا من نفسنا انا وابراهيم وقلنا نظرا لظروف النادي اللي احنا استحملناها وجينا نتمرن للفريق من غير مجلس اداره، فبالتالي كنا لازم نزلنا احنا حاجه من عندنا دي مش مطلوب مننا ومش مفروض علينا، ومع ذلك نزلنا اللي مش برضه مش لحد لا جماهير النادي الاسماعيلي عشان تحس ان احنا واقفين معاهم في ظروف معينه، زائد عارفين ان مجلس الاداره بيمر بظروف. ولكن الجزئيه المهم ايوه دلوقتي انت بتطالب دلوقتي كمجلس ليك في نيتك ان انت قلقان ان في ناحيه ماديه انت مش راضي قلقان منها. طب ما ليه ما نواجه؟ ده مثلا الدكتور ما كانش عايز يواجه من شويه، ما ليه يا دكتور؟ يعني كان مجلس الاداره كان ممكن عنده القدره ان هو يقول مثلا ايه رايكم يا جماعه ممكن نعمل كذا. لكن هو ما حصلش، كان شوبير حتى مناقشه في الموضوع ده خالص واحنا رفضناها. فبالتالي هي المواجهه زي ما الدكتور، يعني انا كنت برضه اتمنى ان احنا هم شافونا وشكرونا على فكره وقالوا ان احنا وقفنا وقفه كبيره جدا اثناء ظروف النادي ما فيش مجلس اداره. وبعد ما نزل بني سويف الناس اتصلوا وهنئونا وباركوا. طيب في علاقه احترام. طب انت بعد لما انت قلت مش عايزنا نكون موجودين، انا كنت اتمنى من الدكتور ومجلس الاداره ان هم يرفعوا السماعه مباشره، ان هو يقول لي مثلا يا كابتن حسام احنا ظروفنا كذا ومش هنقدر نكمل او اي حاجه. انا كنت كل الاحترام والتقدير ليهم، كنت اخدها بهدوء خالص. لكن هو انا سمعتها سمعتها على النت، وبعد كده الكابتن مدير النادي اتصل بابراهيم وقال ان المجلس يعني بيقول ان الكابتن حسام حسن مش موجود، لكن الجهاز باقي موجود. فهي حتى الاحترام ان انت يعني حاجه بسيطه كده، مش عايز اقول لعبه يعني انت عارف ان المجلس الجهاز اللي جاي عشان فلان، عشان حسام حسن، وانت عارف ان هم مرتبطين معنا زي اي جهاز في العالم. طب انت ليه بتعمل اللعبه دي عشان تضغط على البيت الجهاز يقول لك لا انا مش هنقدر نشتغل؟ طب بلاش الشرط الجزائي. بالمناسبه انت مصمم على الشرط الجزائي؟ اتفضل. لا سيبك يعني انا بقول هل الطريقه كويسه؟ يعني انت مقتنع بيها؟ لا انا مش مقتنع بالطريقه. قلت الكلام ده للدكتور رفعت في بدايه الحوار يعني. نعم خلي الموضوع واضح وصريح. والله لو كان جه كلمنا بوضوح وقال لي مثلا احنا مش عايزينك او تكمل بهدوء، طب وحتى لو ما عرفتش الاسباب، لان ما فيش اسباب، انا مش عارف ايه السبب حتى. لو انت دلوقتي كنت اثناء الفتره بتتكلم على ظروف تخفيض المال، انا كنا نتكلم فيها ان انت ان انا اقبل او ما اقبلش، اقول لك شكرا لا مش هقبل مثلا او هقبل. مظبوط يا كابتن شوبير؟ لازم يكون في مواجهه. نعم ولا ايه رايك؟ لكن ما حصلش كل الكلام ده والحوارات. ولكن انا بقول تاني اهو، الكوره علمتني كتير وانا بلعب او بدرب. اكيد. نعم. اداني خبرات كتير. انا شايف اي مدرب محترف واي مدرب بيشتغل وبيفكر وبيحب الكوره وبيفكر وبيبتكر لازم حاطط في سلبيات في هذه المهنه. ان انت عليك ان تتقبل كل الاوضاع وتتقبل كل الافراد والاشخاص اللي هم ممكن اللي يكونوا بيتحكموا في وقت من الاوقات في مصيرك في وجودك، سواء اداره او اعلام او اتحاد مسؤول عنك. فكل الكلام ده انت لازم تتعامل مع الوضع اللي هو عليه. فانا تعاملت مع الوضع من مجلس اداره الاسماعيلي، هم الناس ليهم حريه القرار، وانا عليا ان انا اتقبله بس بدون اعتراض، بدون ان انا اهاجم حد، بدون اعمل مشكله، لان الحمد لله التجربه الكبيره كانت في نادي الزمالك. نعم. لم اعلق على القرار بتاع مجلس الاداره، وكان معايا عقد. الموضوع نفس الشيء نادي الاسماعيلي، يعني اللي انا ما لحقتش اشتغل معاه، انا ما عنديش مشكله خالص معاهم، وزي ما هم انا بتعامل او هم بيتعاملوا كاداره، انا بتعامل محترف. ده صحيح. هم قرروا كده خلاص انه عليهم ان هم عليهم واجبات وعليهم. وده اللي اكد عليه الدكتور رافت، قال احنا علينا واجبات هنقدمها بالكامل. مظبوط يا دكتور؟ مظبوط. بس انا ليها تعليق تاني بس ما يخلص الكابتن حسام. طب هستاذنك كابتن حسام، الدكتور رافت بس عنده تعليق. اتفضل يا دكتور رافت. لا هو كابتن حسام، مساء الخير يا كابتن حسام. الاول
جزيلا. هو الكابتن حسام كان بيقول مش دي الطريقه نخرج بيها، احنا لما خدنا قرار بعد 3-4 ساعات